احنا خير من الاردن في التصنيف العالمي، في النتائج، في التاريخ، في كل شيء. ان شاء الله اللاعبين يكونوا على قدر المسؤوليه الملقاه على عاتقهم. احنا منتخب الجزائر عباك تحب ولا تكره، الجزائر هنا ومنتخب الاردن هنا في كره القدم احنا خير منهم سير بابي كيما حبيت، اسماوات سير بابي لي جواره تحكم لاعبين تاعنا وتحكم لاعبين تاع المنتخب الاردني ولا كنت شاطروني معليش ندخلوا انا نتناقشوا هذه راني معاك صح ولا لا؟ هذه راني معاك. كيف سمعتوا الكلام الأردني كيفاش ولكن في حاجه المنتخب هضرنا على الأردني ما تصغروش ما تكفوا عليه في الليفل العالي. شوف كريم كل ما ربحناش كاع يروحوا لا نقول والله غير يروحوا. اسمع انا نهضر معك والله بسنوات ضوئيه كيفاش كيتكلموا على المنتخب الأردني كتسموه بالنسبه لهم هما عاديه، ولكن كيف سمعتوا معايا هاد البلطجيين ديال الاعلام الكرولي اللي كنسميهم حنا محللين رياضيين لا علاقه لهم مع التحليل الرياضي، كيفاش استصغروا المنتخب الاردني وقسموه بانهم هربانين عليه هما بسنوات ضوئيه وكانهم هما ابطال العالم. الى عندكم الالقاب، راه عندكم الالقاب غير في افريقيا على الصعيد كاس العالم، راه 4 المرات اللي تاهلتوا او 5 المرات لكاس العالم. السلام عليكم، راه هادشي اللي كاين. نسيتوا بانكم خسرتوا مع الارجنتين، مع ميسي ماشي مع الارجنتين، والارجنتين كانت غير في فسحه، ميسي كان هكا يدور وكيسجل. لكن اصطدمنا بفريق اقوى منا، خلاص اخطانا. الان عندنا احنا كي داروا تيراج وصول عمليه القرعه كل الشعب تقريبا كل الشعب الجزائري يحكم كالكولاتريس وبدا يحسب. احنا بون عندنا الاردن نربحوه ولا زقت علينا نديروا ماتش نربحوا. هذا الماتش ما نهضروش عليه، حطوا تشوف هنا ومن بعد عندنا لوتريش غرف من حتى 82 صفه قديمه دونك، وهادو هما سيو كيفاش تربحوهم باش نخلفوا الدار، ولا ما قدرناش نربحوهم نديروا ماتش. يسمى عندنا غير خلاصه القرعه في لو ميم جو درنا مينيموم عندنا 4 نقاط باش ال4 نقاط يبداو. لازم نبداو اليوم نربحوا مع الاردن. احنا عندنا ديك الطبيعه صح اللي ما نحقروش وما استصغار الخصم، وهذا كل فرق توت لي زيكيب سوفال بصح كل فريق نحطوه في حجمه. دوك ماشي المنتخب اللي احنا نلعبوا معاه نردوه اقوى منتخب في التاريخ وندخلوا احنا خايفين. لا، انا نظن الخوف راه من جانب المنتخب الاردني بنسبه كبيره جدا. على بالهم باللي من ناحيه جوده اللاعبين، حتى جمال سلامي تكلم على جوده اللاعبين الجزائريين والمواهب والمهارات. هو قال لك احنا عندنا مجموعه ان جروب كومباكت راح نحاربوا به وراح ندافعوا به على حدودنا. تكلم باللي احنا عندنا مهارات، عندنا لاعبين كبار، عندنا تقنيين على ارضيه الميدان. دونك لازم كاين هاد العوامل نستغلوهم. احنا عندنا لقاء اليوم لازم نربحوه باش نحيو الاردن من الحسابات. تبقى على الاقل يبقى لنا نستناو المجموعات الاخرين على الاقل نلعبوا على 3 بلاص اون اتوندو الماتش تاع لوتريش. كي تنحي ديجا نحيت الاردن من الحساب، راك دائما في السباق راك تنعش حدودك باش تتاهل. يبقى لك لقاء اخر مصيري مع النمسا، مصيرك في يديك، تربح راك رسميا في المركز الثاني، تتعادل راك تقدر تكون كذلك في المركز الثاني ولا الثالث. المهم راح نتاهلوا. هذا هو بوابه المونديال لنا. دابا عند بالكم حققتوا التاهل للدور الثاني، نسيتوا النمسا ونسيتوا على انكم انتصرتوا على منتخب اللي ما عندوش الحظ واللي ما عرفش كيفاش يجيري المقابله. والله لا ربحتوه بالله. والاعطاب جمال السلامي ما عندوش الحظ، الله ما عنده الحظ بالله، الله ما يخليكم تربحوا، ولكن الاعطاب اللعابه معطوبين. التصريح اللي دار حاله في موقع التواصل الاجتماعي للاعلامي الاردني الان، انا بقول انه احنا الاردن ان شاء الله زيدوا كان زيد 99% فايزين على الجزائر. اللي بدي احكيه اسباب بسيطه. اولا اللاعب الاردني سر هاي النسبه العاليه كابتن جدا. شو السر؟ هلا بحكي لك. اولا احنا اللاعب الاردني الجميل جدا انه مستفز كويس. هم تم الاستفزاز للاعب الاردني، وبتذكر الكابتن موسى التعمري الرد عليهم، وهذا الجو العائلي اللي موجود في المنتخب الوطني. وانا اعتقد انه الان موسى شغال على هذا الموضوع من قبل كاس العالم مش من الان. الامور الفنيه اللي انا بدي احكي فيها طبعا ما بصير انا احكي، لكن قراءتي للمنتخب الجزائري اللي كان امام الارجنتين اعطاهم الملعب. الارجنتين لعب على الكرات المرتده واعطاهم الملعب، وممكن معظم المباراه
بعض اللاعبين الارجنتين كان يتمشى، يعني مش بهذيك القوه اللي احنا بنحكي فيها. طبعا مش استهانه بالمنتخب الجزائري، لكن هي ثقه بقدرات الكابتن السلامي بالتعليمات اللي اعطاها للاعبين. انا متاكد. طبعا انا انطيت ال 99% بس لسببين. اول سبب اللي خوفي من الاخطاء الفرديه او الكرات الثابته. اذا احسناها ان شاء الله المنتخب الاردني راح يحقق نسبه الفوز 99% على الجزائر. وان شاء الله انه الكابتن سلامي طبعا لانه بيعرف خبايا الكره الجزائريه وقريب منهم، كونهم مع المغرب دائما في منافسات وفي كذا. اللاعب الجزائري بطبيعته دائما استفزازي، يعني اللاعبين احنا الهدوء تبعنا اللاعبين اللي بيمتازوا فيه لعيبتنا ممكن يستفزهم اكثر من راح يخرجهم من الجانب الذهني او الجانب التكتيكي اللي هم بيمتازوا فيه. ومن اللي تكلم الاعلامي الاردني على منتخب الاردن والطريقه اللي غادي يربح بها، ما فيها باش تفائل. قال بان 99% منتخب الاردن غادي يربح منتخب الجزائر. اشنو فيها؟ متفائل. كيف نتوما متفائلين انت هو متفائل؟ اقاموا الدنيا ولم يقعدوها. نوضوا الصحراء، علاش يقول بحال ما هكا ومالو، هو ماشي كويري وربما تيلعب في الغابه، هو نكيره. بس كيتفائل بان المنتخب ديالهم غادي يربحوا ب 99%. وانتم اللي كتقولوا بان راه كنلعبوا واحد الليفل عالي وحنا ابطال وحنا عندنا القاب وحنا احسن من الاردن، انتم حلال عليكم تقولوا بحال ما هكا. ولا قال لك 99% من الفرص ما يعرفش يهضر. والله ما انا ما عجبنيش تما الديكلاسيون تاعو، والله ما عجبتنيش. باسكو شغل هذا انسان شغل فيسيو تما يداوي ويجرح. والجزائر ما الجزائر حنا بيدنا نرد له، حنا بيدنا اليوم نفوزوا عليهم كما يحب. حنا احترمتنا السلامي مدرب كافئ وعنده كفء ودار لهم فريق وكذا، بصح السلامي ما هدرش الهضره اللي هدرها هذا هدر كانه تكلم على الارجنتين، قال لهم الارجنتين ربحت الجزائر 3-0 وكانوا اللاعبين اللي تمشاو تاع الارجنتين. حب يقول بالارجنتين ما كانوش ما مدوش 100%. هما الارجنتين مع الجزائر حنا لا غالب، حنا كاين ماركاونا دي فوت وهذا صار في كره القدم. حنا الارجنتين سيناها اليوم. نقول هذا السيد ما نعرفش اسمه هذا يهضر هذا الكلام، هذا كلام خطير. 99% نفوزوا على الفريق الجزائري، هذه والله غير انا عباك هبلني يا اخو اقسم بالله. غير ما ماشي حق عليه، ماشي من حقه يقول 99%. وحنا نستفزوا، ما نستفزوش. حنا فريق كبير جزائري، اوني كروند ناسيون، تحب ولا تكره، نورمالمون يمد لنا الاحترام. انا نقول لهم هذا المنبر العشيه ولا عندكم ايكيب قادره للفوز على الفريق المنتخب الجزائري، تفضلوا مرحبا بكم. بصح على بالي بلي هذه الهضره راح تدور عليه وراح يولي هو مستفز. وسين جنات تجي عندك ما تشوفش بالك باللي راهو يدير في حرب اعلاميه، حب يخلق بوليميك شويه قبل الماتش؟ ممكن كل شيء وارد، ولكن باش تقول لو مثلا قال قادرين نفوزوا على الجزائر، لو قال مثلا باذن الله نفوزوا، لو قال عندنا منتخب قادر يدير المفاجاه ويفوز على الجزائر ممكن. ولكن تقولي 99% نفوزوا عليهم، 99 كمل هذاك ال1% وخلاص. خوتي الى هنا استودعكم الله. ما تنساوش لايك واشتراك وبارطاج حتى يوصل اكبر عدد من المتابعين باش نفرشوا هاد الشرديمه ديال الاعلاميين ديال المحللين الكرغوليين. والى اللقاء.